السلام عليكم ورحمة الله. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. النهارده كان ملاحظ كده العيادة جالي كام طفل كده من الاطفال اللي انا بطلق عليهم متلازمة الطفل المدلل، وده مش ترم طبي خالص، ده حاجة انا كده اطلقتها من تقديري للاطفال دول. الاطفال دول عبارة عن طفل ما بيكشفش، استحالة تعرف تمسكه عشان تكشف عليه، هيقلب الدنيا وهو بيكشف لان دي برضه مفيش سيطرة عليه. الطفل ده هتلاحظ كمان انه اوفر ويت، وزنه ضعف الوزن الطبيعي. هتلاحظ ملاحظة غريبة جدا كمان ان الطفل ده ما بياخدش الادوية خالص، مامته هتقولك ما تكتبلوش اي دواء. هتلاحظ ملاحظة كمان مهمة جدا جدا ان وزنه اوفر ويت لدرجة ان هو ممكن يكون وزنه الضعف. هتلاحظ ملاحظة غريبة كمان ان الطفل ده عنده 3 سنين وما قلعش البامبرز لسه. لاحظ حضرتك ان دي الاطفال اللي ما عندهاش طاعة ولا سماع كلام ولا توجيه من الاب والام ان هم يسيطروا في المراحل اللي المفروض كاب وام سلوكيا وتربويا يغيروا من الطفل. طيب، هل ده طفل وحش يعني مدلل؟ يعني لا ابدا، هو بيبقى ليه ظروف خاصه. الطفل ده لا اما جه بعد مده، يعني قعدوا فتره اتاخروا في الانجاب، او طفل على بنات، وللاسف مجتمعنا لا زال مجتمع ذكوري جدا، او الطفل اللي هو كان فيه عمليات او حالته الصحيه حساسه فبيدوا كير زياده، او الطفل اللي جه لحد على سن كبير او كذا وبالتالي برضه بتاع. حب ابنك واديله كل عواطفك تربويا، بس ربيه سلوكيا من غير عنف، ربيه سلوكيا من غير بتاع. في ميعاد اللي قلع البامبرز هيتقلع، في دواء هيتاخد، في مواجهه معاه في اي توجيه تربوي هيتنفذ. لان لو ما عملناش ده، هذا الطفل اللي هو الصغير ده اللي فيه شويه الحاجات البسيطه ده هيبقى شاب عنده 16 18 سنه. للاسف الشديد مش عايز اقول لك هيبقى عامل ازاي. وكل للاسف يعني الداتا كلها وكل الابحاث وكل الحاجات اللي حتى العمليه والحياتيه بتقول نفس الكلام، ان الطفل ده لما هيوصل 16 17 سنه هيفرج على اهله العماره وهيعمل مشاكل وصوته هيبقى عالي وهيسهر بره وهيركب عربيات مع مش عارف ايه ويعمل ايه ويشرب سجاير، لان ما عندوش مرجعيه ولا رادع ولا حد بيوجهه، هو ما بيفرقش معاه الكلام ده. وبالتالي لازم من بدري يبقى في تدخل سلوكي، ولو احنا مش عارفين نتعامل نلجأ للسادة الاستشاريين واخصائيين تعديل السلوك، وهم ما اكثرهم ناس محترمة جدا يدلونا نتعامل ازاي. الطفل اللي بالشكل ده طفل صعب جدا جدا في تربيته، وصعب جدا لان الاهل ادوا تنازلات وتسهيلات ادت في الاخر انه هيبقى عنده مشكلة لما يبقى شاب وفي فترة المراهقة. محدش هيجني الكلام ده الا الاهل والناس اللي حواليه اللي هم عملوا المشكلة في الاصل. هحط لكم تكست بكل التفاصيل دي في البوست مع الريل ان شاء الله باذن الله. اتمنى كلكم كل صحه وعافيه والاطفالكم كل خير. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.